الست الدكتورة اختي كل ما الرز يعجن منها او العيش يبات ترميهم وتزعل ربنا منها، او تاكلهم للعيال وتزعل العيال وبرضه ربنا يزعل منها. ما تيجي اوريكي ازاي حلت لها المشكله دي، واوعدك جوزك وعيالك هيتمنوا الرز يعجن والعيش يبات بعد الفيديو ده. يلا بينا. ضيفي كوبايه من الرز المعجن على نص كيلو لحمه، وعبي باقي الرز المعجن في اكياس وشيليهولي في الفريزر عشان لسه عندي ليكي افكار كتيره قوي لتوظيفه. بصلايه كبيره مبشوره مع 4 فصوص توم كبار وقرن فلفل، حزمه بقدونس، ومعلقه صغيره بيكنج باودر كبديل للبيضه، ومعلقه كبيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود على رشه جوز الطيب وزيها بابريكا، وعلى طرف المعلقه بس مستكه او هيل مطحونين، وزيهم جنزبيل وزيهم قرفه. يا ريت ما تغيريش حاجه في التوابل دي عشان تاخدي طعم هيبهرك من جماله. وندخل المكونات دي في بعض، وممكن قوي قبل ما تحطي البقدونس تضربي المكونات في الكبه. بس بيني وبينك الرز لما بيبقى باين كده بيدي طعم يجنن، معرفش ليه. شكلي الكفته بالشكل اللي تحبيه، انا بس بحب الشكل ده عشان بيفكرني بامي الله يرحمها. نركن الكفته على جنب وتعالي نمتن للنعمه ونوظف الكيلو الناشف. اطحنيهولي بالشكل ده بعد ما تنشفيه. والكل مج بقسماط ضيفي 4 معالق كبار دقيق سميد، بيدي قرمشه كده تجنن لاي بانيه. رشه ملح وبلاش اي توابل عشان ما تغمقش. ممكن بس نضيف اي اعشاب عطريه بنحبها، انا حطيت حبه البركه، انتي ممكن كمان تضيفي زعتر او روزماري اللي تحبيه. معلقتين كبار دقيق وزيهم نشا، ونقلب. حطيهم في طبق وسيبوهم لي بقى على جنب. واوعدك هيبقى عندك احلى بقسماط لتغطيه اي حاجه مقليه من مكونات ناس كتير قوي كانت بترميها. بوله وحطي لي فيها بيضايه مستردة، وبديل المستردة الخل عشان الزفارة. بق لبن عشان نكتر الكمية ونضرب. حطي الكفتة في البيض بإيد وانزلي بيها في البقسماط بالإيد التانية. بلاش نحط إيدينا في البيض وبعدين نحطها في البقسماط عشان ما يكلكعش ونعمل فوضى. فنخلص الكمية كلها وإيدينا برضو تبقى فل. وبصوا بقى عشان حطينا شوية حليب البيضة اتبقى منها ازاي، وأكيد طبعا مش هرميها. تعالوا بقى أوريكم الفقرة المفضلة إلى قلبي. حطي باقي البقسماط على باقي البيض ورشة بقدونس مع معلقة بصل مفروم على فص توم ني، وشكليهم قرص بالشكل ده وقليها مع الكفتة. ودي بقى لما بتطلع عصري عليها شوية ليمون وادعيلي. طعمها بقى لا تقولي لي قرنبيط ولا مطبق يمني، حاجة كده أحلى من الكفتة ذات نفسها. نرجع بقى لقلي الكفتة اللي بتكون في زيت غزير، وقبل ما الكفتة تتشمع حركي الطاسة كده بس، ما تحطيش فيها شوكة ولا معلقة ولا أي حاجة عشان هي لسه طرية. تو ما الكفتة عملت معاكي قشرة ابتدي بقى حركي فيها يمين وشمال كده عشان تستوي كويس من جوه وما تبقاش بتحمر الطبق اللي بره وهي من جوه لسه نية. طبق حلو كده بقى، وحطي لي فيه بصل جوانح مدعوج بملح وفلفل اسود وسماق وبقدونس، ونرص الكفتة. وشوفي لي بقى الجمال، ولا القرمشه، ولا التسويه، ولا الطراوه بتاعت الكفته من جوه. رهيبه رهيبه، هتحبوها اكتر من كفته الرز اللي بتتحط في الصلصه. ويبقى حلينا مشكله وجع البطن الناتج عن سرقه الكفته اللي كانت معموله من الرز الني. وانتظروني بقى الحلقات الجايه مع تصريفات جديده للرز المعجن اللي شايلينه في الفريزر. واستنوني كمان في برنامج المسامح كريم مع البت الدكتوره اختي. تفتكروا هتسامحني؟ وفي النهاية خالص أنا عايزة أقولك قريت مقولة جميلة قوي واعتبرتها مبدأ من مبادئ حياتي. المقولة دي بتقول إن أجمل ما تقدمه لأي إنسان هو أن تجعله يطمئن. ربنا يجعلنا نطمن غيرنا ويرزقنا بالناس اللي تطمن قلوبنا. قولوا أمين. واتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمة لطيفة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهائي.